عايزة تحوشي من مصروف بيتك وتبقي شاطرة ومدبرة؟ تعالى انا اقولك بقى ب7 معالق من المفروم هتعملي وجبة تكفي 5 افراد. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو شايفين ان انتوا هتستفادوا دعموني بلايك ونبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة معايا هنبدأ بتتبيلة بسيطة عبارة عن شوية بهارات مش كتير قوي، يعني هنضيف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، 7 بهارات او بهارات اللحمة، وكمان نص معلقة صغيرة من القرفة اختياري طبعا، نص معلقة صغيرة من السكر، وكمان عليهم معلقتين كبار من معجون الطماطم او صلصة الطماطم، وهنضيف هنا مكعب من المرقة. مكعب المرقة برضو اختياري، لو مش عايزة تضيفيه يبقى هتبدليه بملح. هنضيف عليهم نص كوباية من الطماطم الفريش، عليهم نص كوباية من المية السخنة، ونبتدي ندوب الصوص دوت كويس جدا لحد لما يبقى معانا بالشكل ده. تعالوا بقى اقول لكم على ال7 معالق لحمه مفرومه دول علشان تدبري كده وتوفري وتبقي اقتصاديه. تعالي اقولك هنعمل بيهم ايه. بصوا يا جماعه، انا ما بقول لكم 7 معالق لحمه مفرومه، انا بسهلها عليكم، هم ربع كيلو لحمه مفرومه، بس بقول لك 7 معالق علشان اخلي لك الامر سهل. يعني يعني ايه، يعني 7 معالق دول ممكن يعملوا لك اكله كبيره، يعملوا لك اكله كبيره. هنضيف اللحمه المفرومه عليها شويه توابل، هم ايه؟ كبه بصيني، قرفه، فلفل اسود، ملح، بقدونس اخده الورق بس بدون العيدان، ومعلقتين كبار من البقسماط الناعم. هضيف عليهم كمان رغيف من العيش الابيض، كنت نقعاه في ميه سخنه جدا لحد لما ايه، لحد لما داب معايا كده وبقى معاكم بالشكل ده. هصفيه من الميه كويس جدا جدا وهنزل بيه على اللحمه المفرومه. معايا كمان بصلايه متوسطه الحجم وبشرها ناعم خالص بحيث ان هي ما تبانش معايا خالص، وكمان هضيف عليهم بضايه. البضايه هنا اختياري، يعني ممكن نتنازل عنها، ممكن ما نضيفهاش لوصفتنا النهارده، بس انا على قد ما بقدر بحاول اكتر اللحمه المفرومه معايا، بحاول اعملها كتيره. يعني الربع كيلو او ال7 معالق دول انا عايزاهم يبقوا معايا نص كيلو وتبقى معاكي بالشكل ده. هتقعدي تعجني فيها كتير جدا جدا لحد لما العيش يختفي معانا خالص وتبقى معانا كده. وتعالوا نسيبها على جنب كده في التتبيله دي ونروح نشوف بقى عملت ايه معاها. جبت عندي بقى ايه، معلقه كبيره من الخل، معلقه كبيره من الزيت، فلفلايه كده ايه سبايسي مقطعاها قطع صغيره، كوبايه من الزبادي، معلقه من الكمون، وكمان ضفت معلقه صغيره من الملح، ومعلقتين كبار من الايه الطحينه اللي كنا عملناها قبل كده مع بعض. خلي بالكم بشتريش الطحينه والحاجات دي، انا بعملها في البيت واظن عملناها قبل كده مع بعض. عندي بتنجانية كده ايه يتيمة قاعدة في التلاجة محدش عايز ياكلها، رحت شوياها. ممكن تشوها على البوتاجاز او في الفرن زي ما تحبوا. وقلت ما بديهاش، نعمل جنب ايه اكلتنا النهارده طبق بابا غنوج كده عشان نبلع بيه اكلتنا، تبقى اكله حرشه كده وجميله. ضربتهم كويس جدا زي ما انتوا شفتوا معايا، وتعالوا نكمل بقيه الوصفه. رحت عندي بقى طاسة سخنة على النار، ضفت 3 معالق كبار من الزيت. في الوقت دوت كنت مجهزة بصلاية كبيرة مقطعاها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. لو ما عندكيش بصلة كبيرة نستخدم بقى بصلتين متوسطتين الحجم، بس اهم حاجة يبقى كمية البصل كتير. هضيف عليهم ايه، فلفل اسود وملح بس كده، مش هضيف عليهم حاجة تانية. هقلب البصلاية لحد لما تدبل معايا بس. وعندي ايه كيس لسان عصفور، اخدت ايه مش نصه، اكتر من نصه، يعني سبت ربعه بس. وهقلب لسان العصفور مع البصلايه. ممكن هنا نستخدم كمان مكرونه شعريه، يعني لو انت ما عندكيش لسان عصفور استخدمي شعريه، بس اهم حاجه تكون ايه، تكون المكرونه صغيره، يعني لسان عصفور او شعريه بس. هروح بقى عندي طاجن، الطاجن ده كان في الفرن سخن جدا، نزلت بقى بكميه الايه اللسان عصفور كلها وعليها الصوص اللي احنا عملناه في اول الفيديو. بس هنا انا مش هنزل بكمية الصوص كله، هخلي ربعه بس معايا، وهقول لكم ليه دلوقتي. عليهم كوباية الا ربع من المية السخنة جدا جدا، ووزعت الصوص دوت. وابتديت هنا في الوقت ده ان انا اغطيه كويس جدا، والفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 200. هتدخل الفرن على الرف الاوسط مدة لا تقل عن 30 دقيقة. بعد ال 30 دقيقة هتشيل الورق الفويل وتشغلي الشواية. طيب نروح لباقي الوصفة بتاعتنا. هتجيبي بقى البايركس وتجيبي الكفتة بتاعتنا او اللحمة المفرومة او ال7 معالق اللي احنا عملناهم، وتبتدي ان انتي تفرديها. بصي انا هنا عايزة اقولك على حاجة، البايركس او الصينية اللي انتي هتستخدميها انا مش عايزاكي تستخدمي صينية كبيرة، لا خلينا نستخدم المقاس اللي هو الوسط. تمام كده. هتوزعي اللحمه كويس جدا، ومن فوق الوش كده عندك فلفل الوان ضيفي، عندك فلفل اخضر، عندك مثلا طماطم، شرايح طماطم ممكن تضيفيها، اي حاجه عندك في التلاجة تديها شكل حلو وطعم حلو ضيفيها. ودول شويه الصوص اللي احنا بقيناهم من لسان العصفور، هنوزعهم من فوق الوش كويس جدا عشان تديني اللون
الاحمر الحلو ده اللي احنا بنبقى شايفينه للكفته. عايزه اقول لكم بقى ان الطريقه ديت هتدمنوها، طريقه حلوه حلاوه، ولا ريحتها وهي جوه الفرن بتبقى جميله يا جماعه. هتدخل الفرن برضو على الرف الاوسط على درجه حراره 200 مده لا تقل عن 25 دقيقه. بعد كده هنقفل الفرن ونشغل الشوايه لحد لما تتشوي وتبقى معاكم باللون ده. طعم وجمال، ولا هتحسوا ان فيها عيش ولا اي حاجه، طعمها حلو جدا جدا. كمان شايفين بقى لسان العصفور مفلفل وجميل. الله الله. بصوا انا بتفرج على الفيديو تاني جعت، والله جعت وانا بتفرج جعت. عايزه اقول لكم ان وجبه متكامله العناصر الغذائيه، الى حد ما استخدمناش مكونات مكلفه قوي، يعني اغلى حاجه استخدمناها هم 7 معالق اللحمه المفرومه. لو خلصتوا معايا الفيديو لحد دلوقتي يا ريت تشجعوني بلايك كتير وشير كتير وتمنشنوا اصدقائكم، بحبكم جدا جدا. اشوفكم بكره ان شاء الله في وصفه جديده مع المطبخ نشوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.